الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم دائما معايا في القناه ديالي. كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التواصل ديالكم. اليوم جيت نشارك معكم بسطيله بريستيج. انا ديجا مشاركه معكم بسطيلات صغار وبسيطلات ديال الحوت، مشاركه معكم بزاف التنويعات. اليوم ان شاء الله بسطيله ديال الدجاج ولكن بريستيج وبلا بيض. هانتوما تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالها. اول حاجه هنايا الدجاج انا ديجا محضراه معكم نفس الطريقه باش كنخدموا الدجاج. يعني الدجاج كيطيب بالمروزيه، الزعفران الحر، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، السمن، صافي هادشي، وزيت العود وزيت الروميه عاديه صافي. وكديروا الدجاج كيطيب وكديروا معاه. هنايا عندنا القياس ديال البسطيله ديال 36، غنحتاجوا غير دجاجه وحده اللي غادي غنحتاجوا معاها 2 كيلو ديال البصله. هانتوما ها البصله هنا ملي طاب الدجاج حيدناه، وهذه هي الدغميره ديال البصله. زدت معاها العسل والقرفه، وايضا كاين القرفه في النصيب هنايا صافي. وخليتها مازال كتعلق، وشي شويه ديال المسكه حره. راني ديجا محضره معكم بسطيله ديال الدجاج، غادي نعاود نحط لكم مازال الرابط. هانتوما شوفوا هذه هي الدغميره ديال البصله اللي بقات لينا من الدجاج، هي هذه صافي. وفي التالي بالنسبه للربيع راه ما كنزيدوه حتى الاخر، يعني حتى كنبداو نعلكو في هاد الدغميره عاد كنزيدو الربيع صبور ومعدنوس، ولكن كنكثروا المعدنوس شي شويه. هنا كما قلنا عندنا الدجاجه طيبناها وفرتتنا اللحيمه ديالها. هنا عندنا هنايا اللوز كنسلقوه وكنفسخوه وكنحمروه في الفران، او ممكن تقليوه. انا ما كنبغيش نقليه، كنحمروه في الفران. شوفوا كيفاش كيجي زوين وكيجي صحي، ماشي ديال القليان، ما كتجيش ديما الحاجه ديال القليان راه ماشي صحيه. هنا كي قلنا عندنا نص كيلو ديال اللوز. غادي نهزو منه غير شي حاجه اللي غادي نصايبوا بها شي شكيلات للتزيين، والباقي غادي نديروه في الحشوه لداخل. هنا كي قلنا هاد التغميره. وهنا عندنا الفواكه جافه معسله. عندنا هنا الكيوي، الاناناس، وهنا القشره ديال الليمون، وعندنا المشماش، وعندنا المونغ. هادو كاع كنعسلوهم، كنسلقوهم هو الاول في الماء، وعاد كنصفيوهم، ومن بعد كنزيدوا عليهم غير السكر وشويه ديال الماء زهر صافي، وكنخليهم حتى كيتعسلوا. هنا غادي نحتاجوا نيستلي كراميل كيف ما كتشوفوا، غادي نحتاجوا منه كنديروه في اللوز المحمر. وهاد الفواكه غادي نطحنوها دابا حتى تولي معلكه، هي اللي غادي نزيدوها في الدغميره ديالنا اللي درنا، غنزيدوها مع الدغميره. وهنا غادي نحتاجوا الزبده والزيت، ولكن الزبده اللي تكون سبيسيال. غادي ندهنوه هنايا الصينيه ديالنا اللي كنخدموا فيها. من الاحسن البسطيله تبقى تخدم في الصينيه باش كتجيك في الخدمه مزيانه. اون بليس انها فاش كتبغيو تنزلوها في التقديم ديالكم يعني كتصيبوها بسهوله. هنا عندنا الورقه، اختاروا الورقه النوع الجيد ديال البخار، هي اللي غادي نستعملوا. ندوزو دابا للطريقه كيفاش نحضروا البسطيله ديالنا بريستيج، وسهله. نتوما غادي تتبعوا معايا الطريقه. هنا غادي هانتوما حنا اللي فرويها هما طحناهم، دابا غادي نخلطوهم في هاد الدغميره هادي. راه ما درناش الكميه كامله، ضروري كتخليو شي طريفات للتزيين، تخليو منهم شي شويه للتزيين. صافي حنا خلطنا العناصر مع بعض، كنحطوه على جنب وندوزو نوجدو هذا اللوز مع الكراميل. راني نقصت منه واحد زليفه صغيره كي قلت لكم باش نقادو به شكيلات للتزيين. هنا بالنسبه للكراميل ما نكثروش بزاف، لان الفواكه تما حلوه وحنا دايرين اصلا شويه العسل. دابا غادي نخلطوهم. هنا غنزيدو واحد شي شويه ديال القرفه كتقاد لينا لوغو ديال السطيله.
صافي غادي نبداو نعمروا البسطيله ديالنا. هنا كناخذوا الورقه كيف ما كنعرفوا عندها الوجه حرش ووجه ملس. ديما الوجه اللي ملس هو اللي كيبقى في الفوقي. هنا كندهنوا الصينيه بالزبده والزيت، وعاود كندهنوا حتى الكاغيط بالزبده والزيت واخا ما كيلصقش. كنفرشوا التفريشه الاولى ديال الورقه. تبعوا معايا ساهل. غادي ندهنو هنايا بالزبده والزيت باش كتجينا الورقه ديالنا خاصها تجي مقرمشه. صافي دابا ها نتوما كيف ما شفتوا حنا دوبلت التفريشه الثانيه فوق من التفريشه الاولى باش تجينا في الطويان مزيانه. غادي نديروا الطبقه الاولى ديال الدجاج. دائما اللوز كيكون هو الفوقاني. الا كنتو غادي تقلبوا اللاطه، يعني غادي تخدموا في لاطه مثلا من غير صينيه وناويين باش تقلبوا البسطيله ديالكم، يعني تبداو باللوز هو الاول، عاد الدغميره عاد الدجاج، باش ملي تقلبوها يجي الدجاج لتحت والدغميره الوسط واللوز الفوق. هنا غادي نوزعوا الدجاج هكا. حاولوا نبسطوه بحال هكا بيدينا باش يجينا متساوي. كتخليوها بهاد الزويته وكندير فيها حتى طريف ديال الزبده باش راه ملي كتستعملوها راه كتجي كيجي الدجاج كيجي فتي، كيجي رطب، كيجيش ناشف. عرفتو كتطلع منه واحد الريحه غزاله بزاف، معلكه ومعسله. صافي حنايا سرحنا التغميره ديالنا كيف شفتوا، وزعناها تماما. صافي وندوزو للوز. واحد الحاجه يعني خاصكم البسطيله تكونوا فاش تبداو تحضروا فيها تكون شويه ديال السرعه، يعني ما تحضروهاش وانتم تراخفين عليها بشويه، راه الورقه كتيبس وكتنشف تكرم ليكم، وملي تبداو في الطيات راه غادا تكرفسكم. صافي دابا غنبداو الطيات ديالنا. كتجي هاد اللاصه غليظه تاني بزاف، كتجي عامره ورقه. هنا ما بين ورقه ورقه كنلصقوا شي شويه بالبيض باش تلصق. انا في البسطيله راه ما كندخلش حتى لا ديال البيض، راه ما كنديرش البيض الرومي، حاولوا ديروا بيض بلدي.
دابا هاد الورقه الفوقانيه ما كنقطعوش منها، انما غادي نحاولوا اللي غتصايب لينا الجهه اللي غتصايب لينا وريدات الوسط، تجينا شي وريده الوسط بحال هكا. بالنسبه لهاد لي بلي راه كيتبليو بوحديهم، غير كتطوي وكتبلي. داكشي علاش انا كندوبل، فهمتي، كندوبل التغليفه. شفتوا غير كتجروها كيتصايبوا هاد لي بلي في الجناب، كيتصايبوا بوحديهم كيتقادوا، ما كتحتاجوش انكم حتى كتغلفوا البسطيله ديالكم عاد كتبداو تصايبوا في لي بلي. هادي راه كما قلت لكم، ها نتوما الورقه تتكرم دغيا، حاولوا تردوا معاها البيض. بالنسبه هنايا للزين كيف ما كتشوفوا التسطيله ديالنا ديال الدجاج ها هي خرجناها من الفران. هنا حطيت هنايا في الجوانب حطيت هاد العشيشات هادو صايبتهم باللوز اللي قلت لكم نقصت قبيله من الحشوه، راه زدت فيه شويه ديال الكراميل شويه الكليكوز ودرتهم في ليمون سيليكون، درتو في الفران 5 ديال الدقائق صافي، غير بردوا وعمرتهم هنايا بالكاجو وبالنوازيت والبيستاش ودهنتهم بالناباج باش يعطيو اللمعان. هنا البيض ديال السمان، وهنا في الوسط ها نتوما كتشوفوا اللي فروي مقطعين. راه سجلت في الاول اوديو هذا فيديو ولكن ما تسجلش ليا، لقيته ما تسجلش تقطع ما عرفتش مناش، كتوقع ماشي مشكل. هنا اللي فروي المعسلين اللي شاطوا لينا من داكشي اللي طحنا مع الدغميره طريفات، ها هما زدت معاهم الكاجو والنوازيت واللوز وداكشي ودرتهم تما لداخل. هنا دهنا الجوانب هنا بالعسل، وغادي نديرو اللوز يفيلي. الشكل النهائي ديال البسيطيله ديالنا اللي حضرت معكم ديال الدجاج ها نتوما كيف ما شفتوا. هذا هو الطريقه باش زينتها، يعني طريقه مبسطه اون ميم طون كتعطي منظر غزال رائع بزاف. شوفوا القرمشه ديالها كيفاش كتجي